دشن في مدينة الحديدة خيمة الحوار الوطني المحلية للتوعية المجتمعية تحت شعار بالحوار نصنع المستقبل، إسهاما في بلورة وعي وطني يتسم بالحوار للوصول باليمن إلى بر الأمان. شكرا لقناة سهيل لهذه التغطية لهذا الحدث الوطني الذي نسعى من خلاله إلى امتصاص كل الاحتقانات السياسية التي تطفو على سطح الساحة في اليمن عموما وفي محافظة الحديدة على وجه الخصوص. خيمة الحوار الوطني الذي يديرها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان افتتحت صبيحة اليوم في مقر المركز الثقافي بمدينة الحديدة، والذي يشارك فيه الكثير من قادة الفكر والرأي والسياسة. سيتم خلالها تنفيذ 12 جلسة نقاشية بمعدل جلسة لكل فئة من هؤلاء من تلك الفئات التخصصية: النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والإعلاميين والأكاديميين والمثقفين وخطباء المساجد والقطاع الخاص والسلطة المحلية، بالإضافة إلى الناشطين الحقوقيين والإعلاميين. رجال ونساء وأطفال شاركوا في حفل تدشين خيمة الحوار الوطني، إيمانا منهم بأن الحوار هو البديل لأزمنة إدارة البلاد بالأزمات والحروب والصراعات الوهمية. اليوم في هذا اللقاء لابد أن يسمو الإخاء، لابد أن نلقى به لضحى أمانينا فضاء، فتلمسوا فيه النجاح وانسوا تناهيد الجراح، من أجلنا لا تخدشوا بخلافكم ضوء الصباح. الحوار الوطني أصبح اليوم خيارا للشعب اليمني لتجاوز الكثير من التحديات التي تعصف باليمن. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مدينة الحديدة.